استنى، انت رايح فين؟ لينا مع بعض كلام كده. عايز اسالك بس سؤال، هي ليه الناس دلوقتي كلها بقت في يعني لحظات حقد وغل لبعض ليه كده؟ ليه الناس تيجي تساعدها يعملوا لك اعمال واسحار ويقفوا في طريقك ومحدش عايز يساعدك في حاجه؟ ليه بقى في كميه غل وحقد على بعض ليه كده؟ الواحد قاعد يسال نفس السؤال ده لغايه ما شاف لقاء للشيخ الشعراوي بيتكلم على الموضوع ده، ويقول لك ان البني ادم اللي انت بتساعده ربنا كرمه، اول ما يبقى في منصب كويس ويجي يشوفك بيبقى عايز يشق الارض ويدفنك فيها. ليه بقى؟ بيقول لك لان هو قاعد في وسط ناس بيبقى هو عالي عليهم، ولما انت بتيجي بتبص بيبقى هو مكسوف، مش قادر يمارس سلطته عليك انت، لانك انت اللي مساعده وانت اللي قويته وانت اللي وقفت جنبه. فهو مش عايز يشوفك في الدنيا خالص، عايز يمحيك، عايز يدمرك، عايز يعمل لك اي حاجه، المهم انه ما يشوفكش. ليه؟ عشان هو وصل لمكانه عاليه وانت اللي واقف في طريق الموضوع بتاعه كله، فانت اللي مش قادر يمارس من ناحيتك، فهو بيلاقي نفسه عايز يدمرك باي شكل، باي طريقه، باي حاجه. فالواحد بيقول يا رب، يا ربنا المستعان، ويحبب الناس في بعض، والناس اللي بتعمل أعمال وأسحار دي ربنا يهديها وربنا يكفينا شرهم، وربنا يقوينا إن إحنا نقف جنب بعض، ما نبقاش بكمية الحقد والحسد والغيرة والغل مش عارف إيه اللي حصل للناس. فجأة كده بقى عندهم كمية غل وحقد وغيرة من الناس. ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر علينا كلنا جميعا. واحب اشكر الناس، وعايز بس تكتبوا لي في التعليقات ليه ان احنا اتغيرنا كده، ليه ان احنا بقينا وحشين مع بعض، ليه بقينا كده؟ هل هي الظروف الاقتصاديه؟ هل هي الناس بطبعها كده؟ هل ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل للناس كده ان هي بقت وحشه كده؟ الناس تعمل لنفسها، تعمل للناس اعمال وتعمل للناس اسحار. ليه الناس بقت مؤذيه كده؟ ليه اللي يخلي؟ ليه؟ ربنا يستر علينا كلنا يا رب العالمين. السلام عليكم.